اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير، وربنا يا رب يكرمكم كده ويرضينا ويرضيكم ويكبر بخاطر كل يا رب اللي بيخش يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك. ربنا يا رب يرضيه ويبارك له يا رب. يعني ربنا مش عارفة أقول إيه والله العظيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب. متشكرة أوي يا حبايبي، ألف ألف شكر. ربنا يا رب كده يا رب كده يا رب اللي يعمل لي لايك واشتراك يا رب يخش الجنة يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. نخش بقى على الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي. أنا يا حبايبي أعوذ بالله من كلمة أنا. نزلت السوق كده، طبعا بقالي كتير ما جبتش سمك بصراحة، كان نفسنا فيه. فانتوا زي ما انتوا عارفين أنا بحب الفيليه. البلطي ولادي يعني ما بيحبوش ياكلوا كتير وكده، وجوزي ده ما بياكلش البلطي خالص بصراحة. فهو بيحب المكرونة، بيحب الفيليه، يعني الحاجات التانية، الماكريل المشوي كده. بصوا بوريكوا ايدي الاول، بصوا الازاز فتح لي ايدي فتحة يعني ما يعلم بها غير ربنا. والله ازاز الباب اتكسر، ابني بيحدف الازاز على اخوه جت في الباب. الباب فيه زي حتت كده طبعا، ايه بالطول كده. فانا بدخل ايدي بطلع، ما كنتش شايفه في ازازه تانية، بشد الازازه راحت شارخه ايدي. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. ده غير دور البرد اللي كان عندي، اللهم لك الحمد انا قمت منه يعني. الحمد لله كان دور شديد، انا وبنتي خدناه يعني. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر. كل اللي يجيبه ربنا حلو جميل والله، كل حاجه حلوه. رحت السوق جبت الفيليه ده، جبت هي بتبقى قشر بياض، اسمها السمكة اسمها قشر بياض. فجبت واحدة فطلعت كيلو وربع، فهو بيقول لا ما انا مش هسيب حتة بقى. قلت له خلاص وزنها، فطلعت كيلو وربع بالظبط. فخدتها بقى يا دوبك يا دوبك علينا. وجبت كيلو الا ربع مكرونة، كل واحد حتتين وواحدتين كده مع حبة رز، سلطة وطحينة. اللهم لك الحمد يا رب، الهنا والشفا. مش بالكتر يعني يا حبايبي. بس وجبت خس، فبوريكم الخس حلو قوي في الشتاء طبعا. بس بصراحة ما يعني ايه، انا كنت رحت بعد الظهر يعني بكتير كده. وجبت الخضرة طبعا زي ما انتوا شايفين، جبت جرجير وجبت بصل وجبت كرات. انا بحب الكرات، بحب اكله بالطعمية قوي قوي قوي. بعشق الكرات بالطعمية، معرفش ايه السر، تقولي معرفش بقى. انا بحب اكل الكرات والخضرة مع الطعمية. يعني بحب اجيب طعمية كده واحشيها، ممكن احشيها في سندوتشات واحط فيها في السندوتش كرات، بس ما احطش اكتر من كده. فالحمد لله يعني. جبت شوية خضرة معايا كده ينفعوا طبعا، عشان انا طبعا يا حبايبي ما بنزلش كتير وكده. و عفوا يا حبايبي. وجبت الفريدة زي ما بقول لكم كده، وجبت خيار. خيار غالي قوي قوي قوي، خيار ب30 جنيه والله العظيم، ما اعرفش فيه ايه. جبت نص كيلو بس بصراحة. وجبت كيلو نص قوطة، ما جبتش كتير برضو عشان عندي قوطة في التلاجة أنا شايلها يعني وكده. فده طبعا عشان السلطة. عندي واحدتين بس يعني ايه طري قوي، ما ينفعوش سلطة بصراحة. بص الخيار والله، بصوا ب30 جنيه يعني، مش معرفش امبارح كان فيه بصراحة. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. بس وجبت بقى، انا رايحة اساسا والله عشان السمك واللفت. انا طبعا من اول اللفت ما نزل ما خللتش حاجة، ما خللتهوش يعني. بس انا بعشق اللفت، ولادي بيحبوه. احنا بنحب جميع المخللات يعني اي مخلل في البيت بيتاكل. القرنبيط لسه عايزه اجيب، نفسي اجيب قرنبيط وجزر، بحب اعمله برضو يعني، بيبقى حلو برضو مع الاكل. المخلل غالي بره طبعا، المخلل في السوبر ماركت غالي والحاجه ما صراحه الواحد بقى يقرف، ما الواحد ما بيضمنش والله العظيم يعني. مش عارفه اقول ايه، بس الحمد لله. بس دول يا حبايب قلبي جبتهم كام، 6 كيلو. هو البطرمان كان محتاج 7 كيلو بصراحة. يعني أنا ما قدرتش أشيل بصراحة يعني. لا مش هكدب عليكم، ما جبتش توك توك ولا بتاع، كنت بريح شنطتين تقال. فكنت بريح يعني إيه، أمشي شوية وأريح شوية. السوق مش بعيد عني يعني، مش بعيد، أنا ما بركبلوش حاجة أصلا. بس وجبت طبعا البنجر لازم عشان اللفت يتحط فيه وكده، عشان يديله لون حلو طبعا.
وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. حاجة الشتا حلوة بصراحة، يعني الشتا حاجته حلوة كتير، يعني تخشي السوق مش عارفة تجيبي ايه ولا ايه، الحاجة بتبقى حلوة، الخضرة والخس والكوسة وقرنبيط ولفت حلو، غير الصيف طبعا زي ما انتوا عارفين الصيف حاجته ايه، قليلة جدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس هدخل دلوقتي بقى اجيب اخش اعمل ايه، اغسل السمك واغسل الحاجة دي كلها كويس. انا بصراحة بدأت بان انا ايه، غسلت السمك الاول وتبلته وركنته، وبعد ما ركنته رحت داخله عليه على اللفت، خلصت اللفت نضفته كله وبتاع الكلام ده، كان حوالي الساعة 3، 2:30 3. فخلاص كده قلت ايه هتبله الاول واسيبه عشان ياخد ايه، ياخد ويدي كده مع بعضه في التتبيلة كده، تبقى ايه يتشرب من التتبيلة كويس يعني. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. بوريكم أنا بطلع السلسلة بغسله، ويعني بغسله يعني حلو قوي بصراحة، لما بحب أغسل الحاجة كويس يعني. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. ادي الخلطة، حطيت بتاع اللي أنا عاملاها الخلطة دي بعملها الشطة، وحطيت توم وليمون وكمون وكزبرة، مفيش أكتر من كده، هو طبعا معروف بصراحة. والثوم بالذات لما يكون محطوط في التلاجة يعني متفرنس بيبقى حلو بصراحة، بيريح، لسه مش هتقشري وادق واعمل لا. فانا مقشراه على ايدي في البيت وفرماه على ايدي في البيت، فطالما هيبقى ايه مضمون كده. بس زي ما انتوا شايفين كمون وكزبرة وليمون وثوم، وبحط هريسة الشطة دي اللي انا بعملها. تبلته وركنته على جنب كده، وبعد دخلت زي ما قلت لكم على اللفت خلصته، وبعد كده داخله على الخس والخضره كلها غسلتها وحطيتها عشان تتصفى. بس بعد كده بقى ايه ادخل على ايه، على قلي السمك بقى، يعني نقلي السمك بعد كده نتغدى، وبعد كده بقطع ده ايه، انا كده غسلت ده وخلاص، وغسلت البطرمان وركنت الحاجه على جنب، نضفته كويس زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. فانا بحب بقشر، عارفه الباميه عارفه الباميه لما تيجي تقمعيها، انا بعملها زي تقميعه الباميه، بحب البوز اللي من فوق ده بتبقى طريه وحلوه كده. وبعدين هنفضل نقطع من تحت ونقطع من فوق، وهي اللفته فيها ايه. فانا بقى بص عارفه التقميعه بتاعت الباميه انا بعملها زيها بالظبط كده. والبنجر اهو والحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. والله كل ما اجيب حاجه يعني بقول الحمد لله ان انا رحت وجبت حاجه، اللهم ببقى مبسوطه والله وفرحانه. لو حاجه قليله حاجه كتيره ما بتفرقش عندي، بس انا بقول الحمد لله على اي حاجه والله. وصلت الخضره كمان، وزي ما انتوا شايفين برضو حطيتها في المصفى تتصفى، ومطلعه الخيار اللي انا هعمله بيه السلطه والقوطه، وادي تتبيلته اهو، تبلناهم خلاص. هنكون بقى كل ده كده خلاص، هبدأ ايه اعمل الرز وابدأ في السلطة وقلي السمك والحاجة وكده. بدأت الرز كده اعمل فيه اهو بصلتين حلوين كبار كده مسكرين، يعني حلوين كده البصل مسكر، وتحطي معاهم كمان معلقة سكر، بتديله طعم حلو بصراحة، وبيتكرمل بيدي لون حلو قوي للرز. وكمون طبعا، الرز معروف يعني رز السمك معروف بلازمة كمون، يعني معلقة كمون كبيرة كده الواحد بيحطها. زي ما انتوا شايفين اهو عملته اهو، كرملته يعني عملته حطيت السكر طبعا عشان يدي اللون ده، وهنحطهم كده على بعضهم كده بقى ايه سوينا ايه الرز. ركنت الرز برضو، انا بحب اعمل حاجة بصراحة، يعني انا لوحدي وايه فبتعب بصراحة يعني. ودور البرد اللي كان عندي ده من لسه والله ما خرجش من جسمي كويس، كحة وصداع معرفش فيه ليه مش عايز يمشي كده. اللهم لك الحمد يا رب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس هخش على كده بعد كده ايه بقى، خلاص كده جبت الدقيق، حطيت كزبرة نفس اللي حطيته في التتبيلة، كزبرة وكمون وملح و3 معالق حلوين كده كبار نشا، والدقيق عشان النشا بيدي قرمشة الحاجة ما تبقاش طرية ومنزنزة، فاهمين منزنزة دي بتاعت البلد ولا انا بقولها كده ولا ايه، حد يقول لي حاجة. ما تبقاش منزنزة فيها يعني ايه الزيت كتير، الحتة بيبقى فيها الزيت كتير يعني. على فكرة يا جماعة والله انا كل ما بروح حتة مع بنتي بيقولوا لي انت صعيديه انت صعيديه، مع اني يعني
مش معرفش بقى، مش معرفش بتكشف بسرعة كده ليه، معرفش ان انا من الصعيد. بس اكيد في تكات يعني في كلامي بقولها بتبين ان انا من الصعيد وكده. انا اتشرف ان انا من الصعيد طبعا. طبعا ولادي بيقولوا لي يا ماما علشان انت اللي طول النهار التليفون في ودنك بتكلمي اخواتك في البلد، فانت مش عارفة تتأقلمي هنا. ده بيشوفوني انا بتكلم صعيدي والله خالص مع اخواتي واهلي في البلد. ما بتكلمش يعني هنا، لا لا. هنا بقى احكي لكم على حاجة. بقول لكم يا لهوي يا لهوي، نسيت المقطع صورته، كنت لسه مطلعه السمك كله، صورت الكله وكنت غارفه الرز وكل حاجه. مش لاقيه المقطع بصراحه، الظاهر انا ما صورتوش وما دوستش على الفيديو. مش عارفه، احنا كنا كلنا هنا خلاص. والله كنت كلت خلاص وخلصت وشلت الاكل. فده بقى كنت مطلعه علشان ايه، كان ابني جاي متاخر فما كلش معانا. فسبحان الله بفتح انا بعد ما خلصت اكل وشربت كوبايه الشاي ببص ايه ده، المقطع راح فين، ما لقيتوش. فقلت اصور بقى الحبه دول يعني. بس السمك بصراحه كان تحفه، جميل بصراحه الفيليه. وانا مع ان انا معوده اولادي عليه من زمان، علشان لما كانوا صغيرين كنت اجيب السمك البلطي، كنت بخاف عليهم من الشوك يعني، حصل موقف فبطلت اجيب بصراحه البلطي كتير. وحتى لما كبروا دلوقتي يقولوا لي هاتي ايه فيليه، خلاص بقى خدوا على كده. بس بجيب برضو ساعات بلطي يعني، مش ما قطعتوش يعني، لا بجيبه لغايه دلوقتي برضه. بس انا كنت خلصت بقى ووريكم، غسلت البوتاجاز بتاعي وغليت الميه بتاعت المية هغلي المية دلوقتي، قصدي كنت داخلة الحمام بس الأول هخش في حاجة، شوية حاجات هعملها في الحمام أغسله وكده. اللي غسل إيديه في الحوض وكده كله طبعا إيه، بعد ما غسلت المواعين وخلصت شطبت المطبخ رحت داخلة على الحمام. الحوض كان فيه ريحة سمك وكده عشان غسل الإيدين والحاجة وكده، نضفت الحمام برضو. وبعد كده بقى رحت حطيت المية قبل ما أخش الحمام، المية غلت وطفيت عليها. قلت بقى تبرد شوية عشان إيه، أقطع اللفت وكده. طلعت بره بعد ما دخلت الحمام وخلصت وشطفت وغيرت هدومي، رحت خارجه ايه، مقطعه اللفت كله بره في الصاله. انا بقى بعد ما بقطع اللفت بحط عليه ايه، ميه، بحط عليه قصدي شويه ملح. بصوا بيطلع الميه ازاي، بوريك الميه. معلش يعني انا اسفه عشان ماسكه التليفون بس بايد واحده، بايدي قصدي، والايد التانية ماسكه بيها. شايفين الميه، بوريكم شايفين الميه، اه شايفين، بيطلع الميه دي، مش بتبقى حلوه بصراحه في اللفت. حطي عليه شويه ملح وسيبيه لمده ساعه، لمده ساعه بس هتلاقيه طلع كميه ميه قد كده. ما تستعمليش المية دي بقى، دلقوها خلاص وحشة. وكنت غليت المية خلاص زي هنا. هنعبي اللفت كله دلوقتي هصفيه الأول طبعا من المية بتاعته. وبعد كده ايه، كيس ملح. من الملح ده أنا بحط كيس واحد بس في البطرمان ده، كيس ملح. يعني البطرمان الكبير ده بيشيل معايا من 6 كيلو ولفت مثلا، ممكن يشيل 7، لو ضغطت عليه هيشيل 7. كيس ملح واحد بحطه، ودول حوالي 2 لتر من المية، و3 معالق من الخل او معلقتين على حسب طبعا ايه ما انت عايزه يعني. ممكن ما تحطيش خل يعني، بس هو الخل بيحفظ الحاجه يعني، ما بيهريش الحاجه صدقوني والله. الخل ما بيهريش الحاجه خالص. لا، ومعلقه سكر اهي، ومعلقتين خل، وحطيت كيس الملح، واحط طبعا ايه، معلقتين او معلقه على حسب ما انت طبعا عايزه تحطي هريسه الشطه. ما عندكيش ممكن ما تحطيش هريسه الشطه خلاص. بس انا بحب احطها عشان تدي ايه، المخلل يبقى ايه حراق شويه. ما عنديش عيال صغيره طبعا، اللي عندها عيال صغيره يا حبايبي ما تحط الشطه طبعا اكيد. الاطفال، انا زمان ما كنتش بحط شطه بصراحه لما كانوا صغيرين. بدات اعمل هريسه الشطه دي لما كبروا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ريقي ناشف والله مش قادره. لا اله الا الله. هقلبه تقليبه حلوه كده. هو هياخد الميه دي بالمظبوط يعني، البطرمان والله ما بص كلهم يعني الميه اللي الميه دول خدهم. انا عقمت طبعا البطرمان الاول، هي والميه بتغلي حطيت له شويه بخار كده، حتى يعني ايه، قلبته كده وقعدت بس من فوق طبعا عشان بلاستيك، خلي بالك يعني عشان ما يسحش وكده. بخار من فوق كده. وبعد كده بعد شويه حطيت له نقطتين معلقه خل كده، قلبته بيها وقلبته في الغطا وكده، ودلقتها طبعا. ما خليتش الخل في البطرمان لا. اهو بنعقمه، بس والله مهما عقم ما تعرفيش برضو بيعمل ايه، بيعمل برضو ايه شويه ريمه صغيره كده.
بس يا حبايب قلبي كده خلصت خلاص وعبيت البطرمان كله. خلاص عبيت البطرمان اهو. شوف هو كان عايز كيلو تاني، شايفين؟ هو ناقص شوية. لو كنت جبت كيلو تاني كان بقوا مثلا ايه 7 كيلو كان يبقى حلو. طبعا الراجل وزن الحاجة وبالعروق بتاعتها فيها عروق من تحت، لا هي متشال العروق الكبيرة بس في كمية عروق من تحت. والله عبيت شنطة يعني النص بالنص. قطعت البنجر زي ما انتوا شايفين. وكل سنة وانتم طيبين. انزلوا الواحد بتنزل تجيب لك شوية لف، تجيب لك شوية خس خضرة بتاع، بتبقى الحاجة حلوة موجودة في البيت. يعني أنا النهاردة ايه، يعني أنا أكلت السمك مثلا امبارح ده، تاني يوم عطورة عملت مسقعة. كان عندي خضرة جرجير وبتاع وحلوة كده مع المسقعة. هفكه تاني عشان عايزة أحط كيس بلاستيك. فعملت مسقعة والله تاني يوم السمك ده وكان فيه الكرات والخضرة والجرجير وكده، وكان عندي حبة ليمون مخليني في التلاجة برضو ايه، رحت مطلعاهم. تحفة بصراحة. يعني الشتا بيأكل مسقعة عدس شوية كشري برز بعدس، يعني اعملي أي حاجة، أي حاجة. أنا بصراحة في الشتا برتاح شوية عن الصيف. يعني الصيف ببقى كل صبح يعني كل يوم هعمل اكل. دلوقتي اجيب قرنبيطه، اجيب يعني الحاجات حتى الاكلات اللي بيسقعوا والعدس يعني بيبقوا طبعا ما مش بينفعوا في الصيف، فحلوين في الشتاء دلوقتي. عشان كده انا بحب الشتاء مع ان ايديا بتنشف فيه، بس مش مشكله يعني. مع الف سلامه حبايب قلبي. ما تنسونيش بالله عليكم، بالله كل اشتراك، بالله عليكم لايك واشتراك يا حبايب قلبي. مع الف سلامه.